تقول الحكاية: كانت مدينة سامراء في شمال بغداد مدينة علم وفيها جامعة كبيرة، وكان على رأس هذه الجامعة العلامة الكبير أبو الحسن. وكان أبو الحسن من ألمع رجال الفكر في العراق، ولديه عدد كبير من الطلاب من دنيا العرب. وكان من بين تلامذته تلميذ فقير الحال لكنه يحمل ذهنا متوقدا، وكان طموح التلميذ أن يصبح أحد أعمدة العلم في العراق. وفي يوم من الأيام خرج التلميذ الفقير من الدرس جائعا إلى السوق، وكان يحمل في جيبه فلسا ونصف، لكن الوجبة من الخبز والفجل تكلف فلسين. اشترى بفلس واحد خبزة واحدة، وذهب إلى صاحب محل الخضروات وطلب منه باقة فجل، وقال للبائع: معي نصف فلس فقط. فرد عليه البائع: ولكن الباقة بفلس واحد. فقال الولد: سوف أفيدك في مسألة علمية أو فقهية مقابل الفجل. فرد عليه بائع الفجل: لو كان علمك ينفع لكسبت نصف فلس من أجل إكمال سعر باقة فجل واحدة. اذهب وانقع علمك بالماء واشربه حتى تشبع. فكانت كلمات البائع أشد من ضرب السيف على نفس الولد. قال الولد لنفسه: نعم، لو كان علمي ينفع لأكملت به سعر باقة الفجل الواحدة. علم 10 سنوات لم يجلب لي نصف فلس. لأتركن الجامعة وأبحث عن عمل يليق به وأستطيع أن أشتري ما أشتهي. وبعد عدة أيام من الغياب افتقد الأستاذ الكبير تلميذه النجيب، وفي قاعة الدرس سأل الطلاب: أين زميلكم؟ فرد عليه الطلاب: إنه تخلى عن الجامعة والتحق بعمل يتغلب فيه على ظروفه القاسية. أخذ الأستاذ عنوان الطالب وذهب إلى بيته كي يطمئن عليه، فسأله الأستاذ عن سبب تركه الجامعة، فرد عليه ساردا له القصة كاملة وعيناه تذرفان بالدموع بغزارة. فأجاب أستاذه: إن كنت تحتاج إلى نقود، إليك خاتمي هذا، اذهب وبعه وأصلح به حالك. قال الولد: أنا كرهت العلم لأني لم أنتفع منه. قبل الطالب هدية أستاذه وصار إلى محلات الصاغة، وهناك عرض الخاتم للبيع. فاستغرب الصائغ وقال: أشتري منك هذا الخاتم ب1000 دينار، ولكن من أين لك هذا الخاتم؟ فقال: هو هدية لي من عند أستاذي أبو الحسن. فذهب الصائغ مع التلميذ وقابل الأستاذ، واطمأن الصائغ إلى صدق الطالب، فأعطى الصائغ ثمن الخاتم إلى الطالب ورحل إلى حال سبيله. فقال الأستاذ: أين ذهبت عندما أردت بيع هذا الخاتم؟ فرد الطالب: إلى محلات الصاغة بالطبع. فرد عليه الأستاذ: لماذا ذهبت إلى محلات الصاغة وليس إلى بائع الفجل؟ فرد عليه الطالب: هناك يثمنون الخواتم والمعادن الثمينة. فرد عليه الأستاذ متعجبا: فلماذا إذن قبلت أن يثمنك بائع الخضروات ويثمن علمك ويقول إن علمك لا ينفع شيئا؟ هل يثمن البائع علمك؟ لا يثمن الشيء سوى من يعرف قيمته، وأنا أثمنك، إنك من أعظم طلابي. يا بني، لا تدع من لا يعرف قيمتك يثمنك، ثمن علمك عند من يعرف قدرك. ارجع إلى درسك وعلمك. فكم مرة نقع ضمن تثمين خاطئ من شخص لا يعرف قيمتنا، والتقييم لا يصح إلا من أصحاب العلم والاختصاص الذين يعرفون قيمة الإنسان مهما كان صغيرا. فالناس معادن، ولا يعرف قيمة المعدن النفيس إلا الصاغة. دمتم في أمان الله. صلوا على رسول الله. السلام عليكم.